التمر بالشوكولاتة ده مش بس وصفة حلوة، لا ده كمان مشروع مربح. يلا بينا نشوف ازاي. متخيلين إن تمرة واحدة سعرها ممكن يتضاعف؟ كل الحكاية في لمسة إبداع بسيطة. النهارده هنشوف ازاي نحول التمر العادي لقطعة جورميه محشية مكسرات ومتغطية بالشوكولاتة. المنتج ده مطلوب جدا في المواسم والأعياد، وطبعا أساسي في بوكسات الهدايا الشيك. طب إيه سر نجاحه ده كله؟ الموضوع أبسط بكتير مما نتخيل. ببساطة الحشوة الصح مع الشوكولاتة الصح، بس كده، هي دي كل الحكاية. اللي هنحتاجه تمر نوعه كويس وشوكولاتة خام ومكسرات طبعا. الأدوات بسيطة خالص. أول حاجة تحضير التمر. هنفتحه بالراحة، نشيل النواة، بس أهم حاجة نحافظ على شكله سليم. نيجي بقى لأهم حاجة، الحشوة. هي دي اللي بتعمل كل الفرق وبتخلي الطعم مميز. ودي شوية أفكار للحشوات. في الكلاسيك زي اللوز، وفي حاجات جديدة زي البسكوت والقشطة. في قاعدة مهمة قوي، كل ما الحشوة كانت بسيطة ومتوازنة كل ما الطعم كان أحلى وأفخم. بعد ما نحشي التمر نغمسه في الشوكولاتة السايحة، لازم نتأكد إنها متغطية بالكامل. التزيين ممكن يبان اختياري، بس الصراحة هو اللي بيبيع المنتج وبيخطف العين. شوفوا إزاي لمسة بسيطة زي خطوط شوكولاتة بيضة أو رشة فستق بتفرق في الشكل خالص. طيب إزاي بقى نحول الوصفة الحلوة دي لمشروع نكسب منه؟ عشان البيع ينجح لازم الشوكولاتة تكون جودتها عالية، وكل القطع حجم واحد، ويكون فيه تشكيلة حلوة. ودي أهم نصيحة، التغليف الشيك هو اللي بيخلينا نبيع بسعر أعلى، الشكل عليه عامل كبير. يا ترى إيه أكتر حشوة عجبتكم ونفسكم تجربوها؟ شاركونا في الكومنتات.